ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا نعمل شوية كشري، بس خلي بالكم انا مش هاكل من الكشري ده. انتوا عارفين ان انا عاملة دايت. على فكرة بالمناسبة انا مش عاملة دايت عشان اخس، انا عاملة دايت عشان قلت لكم إيه، خلي بالكم اللي شايل المرارة ومن بعد شيل المرارة بتقعدي تاكلي اي حاجة، ما انت خلاص بقى ما عندكيش وجع المرارة، فبتقعدي بقى تعكي وتلكي وتعملي زي كده اهوت وتاكلي اي اكل وخلاص. خلي بالك الدهون دي كلها بتتكون بعد كده على الكبد، فانا لسه في المرحله الاولى وعرفت ان انا عندي دهون على الكبد. فانا بعمل ايه بقى؟ بحاول ان انا اعمل دايت كده وان انا اظبط الدنيا علشان الموضوع ما يكبرش مني. بس طبعا معنت مش عشان انا هعمل دايت او مثلا هخفف من اكل كتير يبقى انا مش هاكل العيال. فطبعا انا بعمل الاكل ده ليهم. اول حاجه انا هعمل شويه كشري مصري تحفه. اخر حاجه دوت بصل انا حطيت عليه نشا. بتقطعيه التقطيعه اللي انت عايزاها بس تكون رفيعه خالص عشان يقرمش معاكي. وجبت معلقه نشا ورحت حطاهم عليهم. وبعد كده حطيت شويه زيت حلوين. وبعد كده حمرت البصلايه فيها. طب ليه الزيت ده كله؟ احنا مش هنرميه، الزيت ده كله هنعمل بيه الكشري. على فكره انا عامله معاكم الفيديو ده كذا مره. بس انتوا عارفين انا مش بعلمكم الاكل، انا بعيش معاكم اليوم بيوم. انا حمرت دلوقتي البصل دوت في الزيت، وهاخد من الزيت ده. بصوا الحركه دي. خدت من الزيت بعد ما حمرت البصل، خدت بقى الزيت قسمته على نصين. نص حطيته في الحله اللي انا هعمل فيها الرز والشعريه، وديت الحله بتاعت الصلصه. وبعد كده خلي بالك الزيت بتاع الصلصه بتاعت الكشري لازم يكون كتير شويه. وبعد كده اهوت نزلت بمعلقه توم كبيره على الزيت. وبعد كده اهوت نزلت بمعلقه كزبره. وبعد كده نزلت بخل. انا مش بحمر التومه بتاعت الصلصه، ما بحمرهوش، بس هي بديها تشويحه بس وهي مصفره. وبعد كده بنزل عليها معلقه الكزبره. وبعد كده هو بحط عليها الخل. شم بقى الريحه، هتلاقي الريحه قلبت الدنيا. وبعد كده هو رحت نازله بمعلقتين كبار صلصه او كيس صلصه. الصلصه اللي هي الحمرا عشان بتحمره لي. ودوت كيس الطماطم دي جميله والله في الفريزر. وبعد كده نزلت كيس طماطم من اللي انا حطاهم في الفريزر. وبعد كده نزلت بشويه ملح وبشويه كمون وحبه صغيره قوي من الفلفل الاسود. وبعد كده هسيبهم مع نفسهم يعيشوا حياتهم. بعد كده هو هبدا اعمل ايه؟ عايزه اقول لكم ان انا اول حاجه بس عشان ايه منساش، انا عندي شطه زيت. شطه الزيت دي ايه؟ بعمل مثلا وانا بعمل الكشري فببقى عامله حبه كتير، فبقوم عامله ايه بقى؟ اقوم متبقي مني شطه زيت، فانا مش هرميها، بقوم حطاها في علبه ومقفلاها وحطاها في الفريزر. ولما اجي اعمل كشري تاني اقوم مطلعه شطه الزيت. ماشي، مفيش حاجه بتخسر خالص. خلاص، فانا ما عملتش شطه زيت عشان هو عندي. طب بتعمليها ازاي؟ بجيب معلقتين شطه وبجيب معلقتين صلصه وهم سخنين واقلبهم على بعض واحط عليهم شويه زيت، ولا بحط الشطه على النار ولا اي حاجه. ماشي، ده الشطه خلاص خلصنا منه والصلصه خلصنا منها. دلوقتي الشعريه، انا بحب الشعريه والعدس اكتر من الرز نفسه. يعني حاطه كوبايتين شعريه على قصادها كوبايه رز. كوبايتين شعريه على كوبايه رز. بحب العدس والشعريه اكتر من الرز. وبعد كده هو حطيت بقيت بقى الزيت اللي انا كنت محمره بالتقليه. رحت حاطه مفضيه على كوبايتين الشعريه. وبعد كده نزلت عليهم بالملح. الملح ده لما بتحمريه مع الشعريه ما بتخليهاش تتلسع من حته او من حته، لا. وخلي بالك الشعريه بتاعت الكشري لازم تكون اغمق، يعني اغمق من الرز العادي. انت ما بتعملي الرز عادي بتعملي الرز لونه ده، الشعريه لونها ذهبي. لا، الشعريه الكشري بالذات لازم تكون غامقه نفس لون العدسيه. ماشي. وبعد كده شوحت الشعريه بالزيت. وبعد كده نزلت على كوبايه الرز وبرضو شوحتها. وبعد كده العدس انا من قبلها بيوم بنقع العدس. بجيب العدس، بجيب ربع كيلو عدس نقعاه من قبلها بيوم. وبعد كده بقوم غسلاه وشطفه وحطه في مصفى. وبعد كده برجع اشوحه مع الرز ومع العدس. وبعد كده شويه ملح وشويه كمون. وبعد كده بحط ميه وما بكترش الميه. دي المكرونه انا بسلقها السلق العادي. طب انا عايزاه مفلفله لاخر لحظه ان شاء الله يا رب، لو هتقعد عندي اسبوع ولا تبوظ ولا ريحتها تغير ولا طعمها يغير وتفضل مفلفله. بقوم جايبه معلقتين زيت كبار واقوم مقلباهم كده. طبعا ما حدش يستغرب ان انا بقلب الزيت المكرونه بايديا،
ان انا اصلا مش شيفه ومش بعمل اكل ان حد غريب هياكله. انت انا ست بيت زي ما انت ست بيت، فبعمل الاكل عادي. اهي الصلصه الشطه اللي انا بقول لكم عليها. وبعد كده قلبتها ببعضها، وبعد كده بحطها في علبه التلاجة وبركنها على جنب المكرونه. دلوقتي انا بعمل ايه؟ بعمل الدقه. بحط معلقتين بحط ليمونتين كبار بعصرهم، وبحط نص كوبايه خل، وبحط الملح، وبحط الكمون، وبحط الكزبره، وبحط كوبايه ميه، وكده الدقه خلصت معايا. وشويه سلطه وشويه اكل زي العسل. بالله عليك لو وصلت لحد هنا ما تطلعي غير لما تعملي لي متابعه وتعملي لي لايك. ولو بتعملي بطريقه